السلام عليكم. عاملين ايه؟ ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي طبعا احنا شايفين الاحوال اللي بتحصل، الحاجات اللي بتحصل حوالينا، يعني ما بين في البلدان كلها اللي دلوقتي اللي حوالينا، من فلسطين ودلوقتي الدور على لبنان، وربنا يعافيهم وربنا معاهم. دلوقتي في شويه فيران كده طالعين يقولوا الدور على مصر، الدور على مصر، الدور على مصر. والله الحكايه دي لما بنسمعها بنضحك. يعني اقول له انا ليه؟ انا بس عايز اعرف انتوا ليه بتقولوا الدور على مصر؟ ليه الدور مش على حاجه من بلد، من اي دوله خليجيه؟ ليه الدور مش على اليمن، على سوريا، على العراق، على ليبيا، على تونس؟ ليه الدور على مصر؟ ليه هي واقفه لكم هنا؟ ليه واقفه لكم هنا برضه؟ يعني عايزه اعرف ليه واقفه لكم هنا. يا رب تفضل على طول واقفه لكم هنا، هو ما تعرفوا تبلعوا ولا تشربوا ولا تاكلوا ولا تعملوا اي حاجه. تفضل مصر واقفه لكم كده، هي وجيشها ورئيسها وشعبها وكله. انا بقى عايزه لما بتيجي تقولوا حاجه زي كده بتبقوا مدركين انتوا بتقولوا ايه؟ بتبقوا في وعيكم اصلا؟ انا متاكده ان اللي بيقول الجمله الهبله دي ما بيفهمش اي حاجه، مع ان ربنا خلانا ده مجانا، استخدمه مجانا. مفيش. انا مش هقول لك بقى اصل جيشها قوي وجيشها مرعب وامكانياته، مش هقول لك الكلام ده خالص. انا اقول لك شعبه. سيبك من شويه الهقص اللي بيطلع، اللي بيعملوا فيديوهات هبله وجعانين وعايزين يعملوا لا 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 لا. كل دول بيشحتوا على السوشيال ميديا، وكلنا عارفين ان هم بيطلعوا يعملوا الافلام دي عشان يلموا ناس متابعين ويلموا فلوس، والكلام والهقص ده كله اغلبهم بيفتح لايف 24 ساعه ما بيقفلش. ده ما بيبقاش شحات، هو طلع يقول كده علشان يلم ناس ويلم تبرعات ومات الكلام. العالم كله طبعا في، انا مش هنكر ان في اسعار عندنا غاليه، لا عندنا وعندكم وعند في العالم كله. العالم كله مش في مصر بس احنا عندنا في نواح وفي قابضين علشان الهطل اللي بيحصل ده، واعلام طبعا اللي بره والاعداء وكل المتربصين منهم المتخلف اللي قال الدور على مصر. انت يا ابني ما تعرفش شعبها يبقى تخرس. مش هقول لك جيشها ده في حته تانية خالص. جيشها في حته تانية خالص. هو كده كده راعبكم، كده كده لبسكم طرح، كده كده عامل لكم قلق ورعب. فطبيعي ايه؟ مش هقول لكم جيش. انت ما تنساش ان احنا اول اللي هزمنا اسرائيل. احنا في 6 ساعات. وايه؟ وبايه؟ بعقل مصري. مش هقول لك سلاح بس، لا لا، عقل مصري. الله يمسيه بالخير، كان بيعمل بيبي في الجنب، جات له الفكره، هوب خدنا ارضنا، انتصرنا، رجعناهم بالبيجامات الكستور. بعد اذنكم احنا من المحل، انا عايزه البيجامات بتاعتنا. انا مش هقول لك احنا استردينا ارضنا وانتصرنا، وكل سنه في 6 اكتوبر بننتصر بالحكايه دي اللي لما بتيجي بتبقى عاملين كده من الرعب. انا مش هقول لك كده برضه. انا هقول لك شعبها، هقول لك اطفالها اللي لو حد قرب منهم مش عايزه اقول لك بيعملوا فيه ايه. مش عايزه اقول لك بيعملوا فيه ايه. عندك جوجل ممكن تعمل سيرش كده الاطفال المصريين في الخناقات بيعملوا ايه. انت بقى يا هطل جاي تقول الدور على مصر؟ يلا ده لما يبقى يلا ما فيهاش جيش زيكم. يلا ده لما يبقى اللي بيحكمك حرمه زيكم. يلا اللي نفخكم وهرب، وبعدين تطلعوا تعبدوه. فاهمين؟ تطلعوا تعبدوه كده تقولوا ما فيش الا هو، مقاومتنا ومش مقاومتكم اللي بتديكوا على قفاكم، اللي زي دب كده على دماغكم، وانتوا مقاومتنا حبيبتنا. حد فيكم يعرف يتكلم؟ يلا لبنان فيها حرب بقالها كام سنه؟ يلا امتى كنتوا عايشين في امان اساسا وسلام؟ امتى؟ مصر حصل لها حاجه؟ الحمد لله. اصل مصر ربنا اللي حاميها، مفيش شخص حاميها، ربنا اللي حاميها. فلسطين بقى قد ايه فيها حرب،
مصر حصل لها حاجه؟ الحمد لله. برضو ليبيا، العراق، سوريا، وطبعا كلهم ضيوف عندنا، مش عايزه اقولك. تيجي بنت اهطل اللي مالكش اي 30 لازمه غير ان انت طالع تقول ده مصر عليها الدور. مصر عليها الدور انها تلبسك نقاب زياده، مصر عليها الدور انها تفضل تلف وتدور علشان توقف الحرب في بلدك، مصر عليها الدور انها تبعت لك رغيف عيش، مصر عليها الدور انها تفتح لك بيبانها. انما حكايه الحرب دي والله ولو ربنا ما كتبها علينا دي حاجه بتاعت ربنا. احنا عمرنا ما هنسيب بلدنا زيكم، عمرنا ما هنهرب زيكم، عمرنا ما هنبقى على السوشيال ميديا قاعدين 24 ساعه نقول للناس ده زمره بتاع المقاومه بتاعتنا، ده مش عارفه ايه، ده رئيسنا، ده حبيبنا. لا، هنبقى كلنا مع بعض والسوشيال ميديا هننساها وهنقف كلنا نحمي بلدنا. الخونه اللي بره اللي بيدولكوا اللي بتتفرجوا عليهم زي معتز نتانا ونصر الكومبارس وترتر، اقسم بالله دول عايشين في جحيم بره، جحيم، وما يقدروش يتنفسوا، ما يقدروش يتنفسوا. الذكر فيهم اللي عمال يتكلم ليل نهار ليل نهار في على مصر وعلى والاسعار، مش الذكر فيهم يطلع الازمات اللي في البلد اللي متلقحين فيها. استحاله، استحاله مفيش فيهم ذكر يطلع يقول البقين دول. البلاد اللي خدتهم علشان يهاجموا بلدهم، البلاد دي ما شاء الله سبحان الله دلوقتي يا رب سبحان الله بيحصل فيها بلاوي، ولسه انا بقى عايزه لقطه اللي طلع قال الدور على مصر، يقول لنا الدور على مصر في ايه؟ وكله صامت. واحد اهطل كده شفت برضه بوست الواحد يقول لك الصمت العربي. يا ترى لما تحصل في مصر هيبقى في صمت عربي؟ يلا انت لو حصلت حاجه في مصر انت مش هتبقى ليك وجود، انت اصلا مش هيبقى ليك وجود، كده انتهت الدنيا، انتهت. انما اللي بيحكمنا راجل، جيشنا رجاله. احنا مش ذنبنا ان انتوا عندكم شويه خونه بتحكمكم وانتوا عاملينهم اله بتعبدوه وعمال يدوس عليكم جامد، وانتوا برافو دوس كمان، دوس كمان عشان احنا مبسوطين. احنا مش ذنبنا، مش ذنبنا ان انتوا كده، مش ذنبنا ان انتم متخلفين بتضيعوا بلدكم، ده مش ذنبنا. في يومين كم الف شهيد في لبنان؟ ليه؟ ايه اللي جرى لبنان لكده؟ مش تقعدوا كده مع نفسكم تفكروا ايه اللي جرى لبنان لكده؟ طب فلسطين قلنا عارفين عشان القدس والكلام ده، طيب انتوا عشان ايه؟ ايه اللي عندكم مميز يخلي اسرائيل تخش عليكم؟ ولا حاجه، ولا حاجه، غير ان بس عايزين يستلموا لبنان. وطبعا عندكم الاله بتاعكم اللي انتوا بتعبدوه بوصلوا كل ده، اداكوا على دماغكم وهرب هو الى ايران وقاعد يتابع من هناك، وبعدين يرجع تهدى شويه وبعدين يرجع، وبعدين حبه حبه يعملوا لكم زي المقاومه بتاعت حماس كده، يقول لك احنا محتاجين هدنه، احنا محتاجين نقعد نتفق، احنا محتاجين. بعد كام الف لما يموتوا وكم بيت يتخرب وكم مليون نازح، ساعتها يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس ارجوكم لما بلدكم تخرب بزياده ما تجوش مصر، ما تجوش مصر. مصر مش ناقصه، ما تجوش مصر. مصر وحشه، مش انتوا بتقولوا مصر وحشه؟ مصر وحشه، ما تجوهاش. نتمنى تروحوا في داهيه تانية، ما مصر ما تجوش، مع احترامي للبنانيين المحترمين، انما اللي بكلامي للي هم بيغلطوا فينا، وكلامي اللي بيتمنوا الشر لمصر، انما اللبنانيين اللي محترمين وبيحبونا ويتمنوا الخير لينا دول على دماغنا. محدش يجي مصر. السلام عليكم.